السلام عليكم شباب ثانيه ثانوي، ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب نكون كلنا بخير. يلا شباب كده نسمي الله ونخش مع بعض في حل اسئله هوم ورك ليسون 1 شابتر 1. طيب شابتر 1 يا دكتور كنا بنتكلم فيه على ما يعرف باسم الكيميكال كالكوليشنز، واتكلمنا في شابتر 1 على حاجه اسمها المول. ولذلك يا شباب ان شاء الله احنا في ليسون النهارده واحنا بنحل اسئله الهوم ورك. اسئله الهوم ورك عندي هتكون برعايه القوانين اللي احنا هنكتبها دلوقتي مع بعض. طيب اول رول، وطبعا شباب القانون ده انت مكتوب قدامك النوت بتاعتك لسه انت مع الكتاب كاتب لي فيها القوانين، عشان واحنا بنحل في اسئله الهوم ورك لازم تكون مركز معايا فيها ان شاء الله. طيب اول قانون يا دكتور كان بيحسب لي حاجه اسمها الماس اوف سبستانس. حلوه قوي. الماس اوف سبستانس ودي كانت بتقاس او كانت الميجرنج يونت بتاعتها بالجرام. الماس اوف سبستانس بالجرام ايكوال نمبر اوف مولز. ولما اقول لك نمبر اوف مولز يعني عدد المولات، يعني هقول لك رقم وبعديه مول. يعني لما اقول لك 1 مول 2 مول 3 مول 4.5 مول 10.6 مول، طالما قلت لك رقم بعد مول يبقى ده كده النمبر اوف مول تايمز المولر ماس. والمولر ماس اللي بيتقاس بميجرنج يونت اسمها جرام بير مول. طيب وعشان احسب المولر ماس عندي حل من الاثنين، يا اما احسب المونر ماس ان انا احط ايدي على القانون، احط ايدي على المونر ماس فيبقى المونر ماس ايكوال ماس على نمبر اوف مول، يا اما المونر ماس اروح ابص على الاقواس عشان اجيب مولر ماس اروح ابص على الاقواس عشان اجيب مولر ماس اروح ابص على الاقواس واكون عارف كيميكال فورمولا طيب تاني قانون عندي كان بيقول لي نمبر اوف موليكيل، وركز بالله عليك للمره الثانيه، نمبر اوف موليكيلز. تمام، عدد الموليكيولز وده بيكون رقم مكتوب بعده كلمه موليكيول عادي جدا، بيساوي النمبر اوف مولز تايمز افوجادروز نمبر اللي هو 6.02 ملتبلاي 10 باور 23. تمام. طب امال يا دكتور لو طلب مني نمبر اوف اتومز او نمبر اوف ايونز هضطر الجا للقانون الكبير. لو طلب مني نمبر اوف اتومز او نمبر اوف ايونز هقول النمبر اوف اتومز او النمبر اوف ايون ايكوال نمبر اوف مول طبعا وده اساسي عندي، نمبر اوف مول ملتبلاي نمبر اوف اتومز والنمبر اوف ايونز، ولكن in one molecule، يعني عد اشوف الموليكيول الواحد عندي فيه كام اتوم لو عايز احسب النمبر اوف اتومز او فيه كام ايون واكتبهم هنا على طول، وفي الاخر ملتبلاي كل ده مع افوجادروز نمبر 6.02 ملتبلاي 10 باور 23. طيب ارجع لبقيه القوانين فوق. اخر تو رولز كده كده بحسب بيهم نفس الحاجه، فوليوم اوف جاز والفوليوم اوف جاز بيتقاس بالليتر. تمام، بس لو ده at اس تي بي هيبقى number of moles multiply 22.4. ولكن لو انا عايز احسب الفوليوم اوف جاز برضو بالليتر، ولكن at RTB اللي هي الروم temperature هتساوي النمبر اوف مول، ولكن النمبر اوف مول هنا هتكون multiply 24. تمام. دي كده يا دكتور محمد كل الرولز اللي انا اكون محتاج اكون عارفها قبل ما اخش في حل اسئله ليسون 1، ولازم كمان تكون عارفها فاهمها حافظها عشان تسمي الله وتطبق على طول معايا في اول سؤال من اسئله ليسون 1 اللي كان بيقول لك the molar mass of potassium sulfate is space gram. من التهور انت تروح ماسك الارقام دي كلها وتعمل لها بلس وكده خلصنا حل السؤال. لا ده كده من التهور او من الغلط. ده يا دكتور محرك قايل لو عايز احسب مولر ماس اروح ابص على الاقواس، ماشي، بس انت اكيد فاكر ان انا قلت لك واكون عارف كيميكال فورمولا. فهنا عشان اجيب المولر ماس للبوتاسيوم سلفيت لازم اكون عارف مين هي البوتاسيوم سلفيت از كيميكال فورمولا. طيب بوتاسيوم سلفيت دي ماتر موجوده حوالينا في الطبيعه فعلا،
تكون حاجه اصغر اسمها موليكيول. طب بوتاسيوم سلفيت ده اليمنت موليكيول خالص، كومباوند موليكيول. طيب عشان اكتب الكومباوند موليكيول اكتبه ازاي؟ شفره كتابه الكومباوند موليكيول واحده وواحده وبدل فالنس، يعني واحده بوتاسيوم، واحده سلفيت SO4. طب ما يلا نبدل الفالنس يا دكتور، فالنس البوتاسيوم 1، فال1 تتكتب جنب السلفيت اللي هي اصلا مش تتكتب، والسلفيت 2 هروح كاتب ال2 جنب الكي. هو بقى عايز مونر ماس دي، طب اجيبها ازاي؟ بمنتهى البساطه، انا عندي هنا 2 كي، طب وماسك كي الواحده ب 39، يبقى 2 ملتبلاي 39. حلو قوي. بلس عندي اس واحده يبقى 32 ملتبلاي 1 اللي هي كده 32 عشان الاس رايحه ب 32. عندي 4 اكسجين والاول واحده ب 16 يبقى 4 ملتبلاي 16. وحط لي يا باشا كل ده على الكالكوليتر وشوف يطلع معاك بكام. هيطلع معاك 2 multiply 39 plus 32 plus 4 multiply 16، تطلع معاك 174 اللي هي اول اجابه. تمام، اول سؤال زي الفل. يلا نخش على اللي بعده. بيقول لك نمبر 2 the molar mass of sulfur in its vapor state. طيب تعرف ان السلفر وهو فيبر ستيت بيبقى عباره عن S8، وعشان اجيب مولر ماس هروح ابص على الاقواس، يبقى الاس الواحده ب 32، بس السلفر ان اتس فيبر ستيت بيتكون من 8 اتوم، يبقى 8 ملتبلاي 32 تطلع معاك 256 جرام بير مول. يلا نخش على question 3 اللي بيقول لي the mass of 0.1 مول. طيب بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك المره المليون ما تخشش على السؤال بعشوائيه. بص يا شباب، عشان تبقى انت قوي في حل اي بروبلم كيمستري فيزيكس ماث ايا كان، بعد اذنك اعرف الجيفن بتاعتك اللي انا واخدها في السؤال، اعرف المطلوب الانون، طبق برول، بس والله هتمشي معاك كل حاجه زي الفل. يعني هنا هو بيقول لي ذا ماس اوف 0. مول اوف صوديوم هيدروكسيد ايكوال كذا جرام، يبقى انا كده محتاج ان انا احسب الماس. طيب رول الماس يا دكتور بيساوي رول الماس ايكوال نمبر اوف مول ملتبلاي المولر ماس، يبقى نمبر اوف مول ملتبلاي مولر ماس. طيب هو انا معايا نمبر اوف مول، يلا نشوف. هو بيقول لي 0 بوينت او ذا ماس اوف 0.1 مول، يبقى اذا ده النمبر اوف مول. حلو قوي، نمبر اوف مول بيساوي 0.1، يبقى اروح كاتب هنا 0.1 مول ملتبلاي مولر ماس الصوديوم هيدروكسيد. طيب هو اصلا مين هو الصوديوم هيدروكسيد عشان هيجيب لي المولر ماس بتاعته؟ صوديوم هيدروكسيد واحده Na، هيدروكسيد واحده OH. طب بدل فالنس ال Na ب1 وال OH ب1 طاروا مع بعض ما لهمش لازمه، يبقى ايه ده؟ الصوديوم هيدروكسيد هيكون فعلا NaOH. طب المونر ماس بتاعته جمع يا باشا، مونر ماس روح بص على الاقواس، ال Na الواحده ب 23 بلس ال O الواحده ب 16 بلس ال H الواحده ب 1. كل ده على الكالكوليتر طبق هيطلع معاك كل ده ايكوال 4 جرام. طب يا دكتور، طب ما هي طلعت مظبوطه اهي لو كنت جمعت الاقواس كلها. لا دي صدفه حبيبي مش دايما. اديك فوق لما خدت بالك لو كنت جمعت الاقواس كلها هتطلع معايا غلط. تمام، يبقى اجابتي صح هتكون سي. خش معايا على question 4 اللي بقول لك فيه the number of moles in 40 جرام the number of mole of calcium in 40 جرام of it. طيب انا هنا طالب منك ايه الاول؟ انا هنا بقول لك the number of moles of calcium in 40 جرام of it is space mole. طيب يبقى كده عايز اجيب النمبر اوف مول، ومديك في السؤال ايه؟ قال لي مديني في السؤال ماس. ماشي، دي كده الماس اوف سبستانس محسوبه بالجرام، يبقى النمبر اوف مول هيساوي الماس اوفر المولر ماس. طب ماس الكالسيوم اللي مديلك في السؤال بكام؟ قال لي ماس الكالسيوم ب 40. طب مولر ماس الكالسيوم الواحده بكام؟ قال لي مولر ماس الكالسيوم الواحده ب 40، يبقى 40 اوفر 40 ايكوال 1 مول اللي هي الاجابه ايه. يلا نخش على question 5 اللي بيقول لك يا دكتور the mass of 0.2 مول of water is space جرام. يعني كده هو طالب مني الماس، وقانون الماس بيساوي النمبر اوف مول تايمز المولر ماس. هو طالب مني ماس الووتر وهي H2O. تمام تمام. ماس اوف سبستانس ايكوال نمبر اوف مولز تايمز المولر ماس. طب معايا النمبر اوف مول، اقرا السؤال، ماس اوف 0.2 مول، يبقى كده النمبر اوف مولز ايكوال 0.2 مول، يبقى كده النمبر اوف مول 0.2
ملتبلاي المولر ماس، المولر ماس عشان احسبها اروح ابص على الاقواس. 2 هيدروجين يعني 2 ملتبلاي 1، حلو، عشان الاتش الواحده ب 1 والاو الواحده ب 16 يبقى بلس 16. حط ده كله على الكالكوليتر وشوف يطلع معاك في الغالب ب 3.6 اللي هي سي او دي. تمام، يلا نخش على question number 6 اللي بيقول لي the mass of 5 مول، يبقى انا كده معايا number of مول. حلو قوي. بيقول لي الماس اوف 5 مول اوف بوتاسيوم كربونات ايكوال سبيس جرام. كده هو عايزني احسب ماس، ماشي، كده هو عايزني احسب الماس، والماس بتساوي النمبر اوف مول تايمز المولر ماس. طيب سؤال، هو عايز احسب ماس مين؟ عايز احسب ماس حاجه اسمها البوتاسيوم كربونات. طيب البوتاسيوم يعني كي، كربونات CO3، هبدل فالنس الكي ب 1 ما اكتبش حاجه جنب الكربونات، كربونات ب 2 يبقى هقول K2CO3. طيب الماس بتاعت السبستانس بتساوي نمبر اوف مول وهو 5 مول، يبقى 5 مول ملتبلاي المولر ماس. طيب عندك كام كي؟ قال لي عندي 2 كي، يبقى 2 ملتبلاي 39 عشان الكي الواحده ب 39 بلس انا عندي سي واحده زي ما كان عندي 2 كي، عندي سي واحده والواحده ب 12 بلس عندي 3 اكسجين يبقى 3 اكسجين ملتبلاي الاول واحده ب 16. كل ده يا باشا على الكالكوليتر وشوف يطلع معاك بكام. يطلع معاك 690 اللي هي سي او دي قصدي شويه. يلا نخش على question number 7 اللي بيقول لي يا دكتور what is the number of oxygen atom. هو عايز يحسب او عايز يعرف عدد الاكسجين اتوم اللي موجودين في الفورمولا يونت من ال CA3PO4/2، يعني عايز يعرف الموليكيول الواحد من دي يحتوي على كام اكسجين اتوم. طيب انا هنا بقول PO4/2 يعني ال PO4 مكرره مرتين. طيب هي ال PO4 فيها 4 O مكرره مرتين يعني 4 متكرره مره ثانيه 4 و4 يعني 4 تايمز 2 يعني 8. طيب هل في الاجابات 8؟ لا، يبقى اذا نو كوريكت انسر. تمام، يلا نخش على question number 8 اللي بيقول لك هنا if the atomic mass of phosphorus is 31. لو الاتوميك ماس للفوسفورس بيساوي 31 يونت يبقى the molar mass of phosphorus molecule in its vapor state. يبقى كده يا شباب مولر ماس الفوسفورس وهو في الفيبر ستيت هتساوي كام؟ انا عارف ان الفوسفورس بي 4، يبقى اذا هتساوي 4 ملتبلاي الواحده ب 31 تطلع معاك في النهايه 124 اللي هي سي. تمام، خش معايا على question number 9. نمبر 9 بيقول لك the number of moles of water، ماشي، in 36 جرام، يبقى كده هو مديك ماس وطالب منك نمبر اوف مول. طيب نمبر اوف مول وانت معاك ماس، لو هو طالب منك نمبر اوف مول وانت معاك ماس يعني القانون بيساوي الماس اوفر المولر ماس. عرفت منين يا دكتور؟ عرفت من القانون ده والله، عشان هنا طالب النمبر اوف مول. تمام، يبقى النمبر اوف مول ايكوال الماس اوفر المولر ماس. طيب الماس اللي في السؤال بكام؟ ب 36. طيب ومولر ماس الميه، الميه عباره عن 2 اتش، يعني الميه عباره عن H2O، صح كده؟ يعني 2 ملتبلاي 1 عشان الاتش الواحده ب 1 وواحده اكسجين يبقى بلس 16. حط على الكالكوليتر يطلع معاك 2 مول اللي هي الاجابه سي. يلا نخش على question number 10 اللي بيقول لك what is the number of atoms in formula unit of calcium carbonate. هو عايز يعرف الاتومز اللي في الكالسيوم كربونات كلهم بكام. طيب كالسيوم كربونات واحده كالسيوم واحده كربونات وبدل فالنس الكالسيوم ب 2 فالنس الكربونات ب 2 وال2 وال2 طاروا مع بعض. عد بقى الاتومز هنا كام. واحده كالسيوم واحده كربون ادي كده 2 اتومز وثلاثه اكسجين يبقى كده الاجمالي كله 5 اتومز اللي هي الاجابه ايه. خش على 11 بيقول لك 2 مولز اوف بوتاسيوم دايكرومات، فيهم كام مول اوف بوتاسيوم او كام مول كي. اعرف بس الاول مين البوتاسيوم دايكرومات. بوتاسيوم كي، دايكرومات CR2O7. طب ما نبدل فالنس يلا. طيب بص يا كبير، فالنس البوتاسيوم 1 فالنس الدايكرومات 2 بدل تبقى K2 CR2O7. طيب الواحده من دي او ال1 مول من البوتاسيوم دايكرومات يا ترى في كام كي؟ قال لي انا واخد بالي ان هو موجود فيه 2 كي، يبقى المول الواحد فيه كام مول كي؟ فيه 2 مول كي،
يعني المول الواحد من دي فيه 2 كي. طب انا بقى جبت لك 2 مول من الكبيره، يبقى هيكون فيهم 4 مول كي. بس بسيطه. ليه؟ لان ال1 مول من البوتاسيوم دايكروميت اهو، ال1 مول من البوتاسيوم دايكروميت موجود فيه 2 مول بوتاسيوم، 2 كي من الاخر. طب هو بيقول لك بقى في السؤال 2 مولز من البوتاسيوم دايكروميت، يبقى بالمنطق فيهم كام مول بوتاسيوم؟ هروح عامل 2 تايمز 2 اوفر 1 اللي يطلع معاك ب 4. خش على نمبر 12 اللي بيقول لك ده مولر ماس اوف باريوم سلفايت. باريوم بي ايه، سلفايت اس او 3، فالنس الباريوم 2، فالنس السلفايت 2، الاثنين والاثنين مع بعض. طب عايز احسب مولر ماس، يجري بص على الاقواس. يبقى الباريوم البي اي الواحده ب 137 بلس عندك اس واحده، يبقى اذا الاس الواحده ب 32 بلس عندك 3 او، يبقى 3 ملتبلاي الاو الواحده ب 16. حط ده يا باشا كله على الكالكوليتر، شوف يطلع معاك كل الكلام ده ايكوال كام. يطلع 137 بلس 32 بلس 3 تايمز 16 تطلع معاك 217 اللي هي الاجابه ايه. خش معايا على question 13 اللي بيقول لك what is the number of oxygen atom in formula unit of CaNO3 by 2. وعايز اعرف هنا في كام اكسجين اتوم في اليونت الواحده من ده. يعني انت معاك 1 موليكيول من CaNO3 by 2 دي فيها كام اكسجين اتوم؟ طيب انت عندك الواحده هي فيها NO3 all by 2، يعني ال NO3 متكرره مرتين، يعني اكسجين كانوا 3 اتكرروا مرتين، يعني 3 3 يعني 6، يبقى 3 تايمز 2 equal 6 اكسجين اتوم. نمبر 14 بيقول لك what is the number of atoms in formula unit of calcium bicarbonate. عايز اعرف هنا في كام اتوم توتال. طب اعرفها ازاي؟ هقول لك بس بصياعه. انت عندك البايكربونات واحده هيدروجين، واحده كربون الاثنين، وثلاثة اكسجين، يعني كده اجمالي كله 5 اتوم او 5 اتومز في البايكربونات. بس ال5 دول مكررين مرتين، يعني كده 5 تايمز 2 يعني كده 10 اتوم. طب ما انت عندك واحده كالسيوم، يبقى كده اجمالي 11 اللي هي الاجابه سي. ده بالنسبه للكويستشن 14 يا شباب. يلا خش معايا على كويستشن نمبر 15 اللي بيقول لك امول اوف بوتاسيوم دايكروميت، بوتاسيوم كي، دايكروميت سي ار 2 او 7، فالنس البوتاسيوم 1، فالنس الدايكروميت 2، بدل تبقى كي 2 سي ار 2 او 7. بيقول لك بقى المول ده بيحتوي على، هو بيحتوي على ايه؟ انا شايف ان هو بيحتوي على 2 كي اول حاجه، وبيحتوي على 2 سي ار، وبيحتوي على كام او؟ بيحتوي على 7. انا هنا يا شباب بفصص المول الواحد من ده، بشوف المول الواحد جواه كام، جواه كام كي، كام سي ار، كام او. طب هل فعلا هو في 1 مول اوف كي؟ لا، هو في 2 مول من الكي. طيب هل في 4 مول من السي ار؟ لا، ده في 2 مول سي ار. طيب هل في 7 مول اكسجين؟ دي حقيقه صح، يبقى اجابتي فعلا هتكون سي. يلا نخش على question 16 اللي بيقول لك which of the following molecule a mole of it contains a higher number of mole of atoms. يعني من الاخر عايز الاجابه اللي عندها اكبر عدد من الاتومز. طيب A عندها 8 اتومز، B عندها 10 بلس 8 يعني 18 اتومز او 18 مول اوف اتوم. طيب هنا عندك 2 الومنيوم، حلو، بلس اس واحده و4 يعني 5 متكررين 3 مرات، يعني كده 15 بلس 2 17. طب هنا عندك 2 صوديوم، واحده بي، و4 او، يبقى كده اجمالي عندك هنا 7 اتومز. طيب امين العدد الاكبر ما بينهم؟ هتكون بي اللي فيها 18 اتوم. يلا نخش على نمبر 17 اللي بيقول لك the ratio between molar mass of solid phosphorus. solid phosphorus اللي هي البي واحده. قال لك to that of phosphorus in its vapor. طيب الفوسفورس وهو vapor يبقى بي 4 vapor، يبقى النسبه بينهم 1 الى 4 اللي هي الاجابه ايه. question number 18 بيقول لي question number 18 ده حليناه قبل كده what is molar mass of barium sulfite، هتبقى 270. تمام. السؤال بقى اللي جاي حلو جدا جدا جدا، بيقول لك if the molar mass of MOH by 3 equal 78 جرام بير مول. ماشي، يعني هنا اكنه بيقول لك ان الام بلس الاو اللي هي ب 16، الاو اللي هي ب 16 اهي صح اهي، والاتش الواحده اللي هي ب 1
كل دول ملتبلاي 3. حلو كده اهو. هو اكن هنا بيقول لك ان ده كله بيساوي 78. تمام. تبقى الام لوحدها هتساوي ايه؟ سهله جدا، يا اما شيفت سولف يا اما هروح مودي البراكت ده كله هناك بالنيجاتيف، وساعتها هقول 78 minus 16 بلس 1 اللي هي كده هتكون 17 يعني عشان ما نطولش فيها اهي. 17 ملتبلاي 3. كل ده شوف يطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك على الكالكوليتر ب 200 او سوري ب 27 اللي هي الاجابه دي. تمام. يلا نخش على question 20 اللي بيقول لك if the chemical formula of antimony oxide SB2O3 ماشي and that of sodium phosphate Na3BO4. هو بقى بيقول لك what is molar mass of antimony phosphate. طيب انا ما اعرفش الانتيموني، بس هو ادالك هنا معلومه عنه، قال لك الانتيموني اوكسايد از Sp2O3. يعني هو هنا قال لك كمان الفورمولا ويعتبر قال لك الفالنس. ليه؟ ما انا هرجع الفالنس لاصله، هيبقى الاو ب 2 وهيبقى الاس بي ب 3، مش انا ببدل الفالنس، يبقى كده الاس بي ب 3 والاو ب 2. طيب وهنا هرجع برضو الفالنس لاصله، الصوديوم ب 1 والفوسفيت ب 3، يبقى الانتيموني فوسفيت اس بي فوسفيت بي او 4 فالنس الانتيموني 3 فالنس الفوسفيت 3، فال3 وال3 طاروا مع بعض. حلو قوي. هو بيقول لك هات لي مولر ماس. يلا مولر الماس او المولر ماس اوف الكومباوند اللي انا بتكلم عنه دلوقتي ده هحسبه ازاي؟ الاس بي الواحده بالرقم ده 121.8 بلس واحده بي الفوسفورس ب 31 بلس 4 اكسجين والاول واحده ب 16 يبقى 4 ملتبلاي 16. كل ده يا باشا على الكالكوليتر شوف يطلع معاك بكام. 121.8 بلس 31 بلس 4 ملتبلاي 16 تطلع معاك 216.8 اللي هي الإجابة إيه. يلا نخش على question 21 اللي بيقول لي يا دكتور هنا which of the following samples contain the same number of mole. هو عايز من الإجابات تكون النمبر اوف مول بتاعها قد النمبر اوف مول اللي موجودين في 272 جرام من ده. طيب يبقى الاول بس عشان خاطر ما توهش لازم اجيب لنا النمبر اوف مولز، لازم اجيب عدد المولز اللي موجودين ان CaSO4. طيب ايه المعلومه مديها لك للCaSO4؟ مديك ليها الماس بالجرام، يبقى الماس على مولر ماس 272 على مولر ماس. الCa الواحده ب 40 بلس الاس الواحده 32 بلس 4 اكسجين يبقى 4 ملتبلاي 16. شوف كل ده يطلع معاك بكام مول. يلا بينا. 272 over 40 بلس 32 بلس 4 ملتبلاي 16. كل ده على الكالكوليتر طلع معاك ب 2 مول. انا بقى عايز اجابه لازم تكون فيها 2 مول برضه. يلا نمسك اول اجابه. بيقول لك 142 جرام من الكلوراين جاز اللي هو Cl2. طب ما تيجي نحسب النمبر اوف مول ده. هو النمبر اوف مول بتاع الكلوراين جاز هيساوي الماس اللي هي 142 على مولر ماس. طب هما 2 Cl عشان ده كلوراين جاز من الداياتوميك 7 غدارين، يعني 2 والسي ال الواحده ب 35.5. شوف يطلع معاك كام مول هنا. يبقى ماس الكلوراين اللي هي 142 على مولر ماس اللي هي 2 ملتبلاي 35.5 تطلع معاك ب 2 مولز برضو. يبقى اذا 2 مول و2 مول اللي هي هتكون الانسر ايه بتاعتي مظبوطه بدون اي مشاكل. بيقول لك في 22 ذا ماس اوف 2 مول اوف اوزون. ماشي. عايز يقول الماس بتاعت ال 2 مول اوف اوزون. الماس هتساوي النمبر اوف مول، والنمبر اوف مول 2 ملتبلاي مولر ماس الاوزون. طيب الاول بس عشان ما نتوهش، هي الاو الواحده ب 16 ودي شفناها فوق كتير، يبقى 2 مول ملتبلاي الاوزون 3 اكسجين والاو الواحده ب 16. كل ده يا باشا على الكالكوليتر شوف يطلع معاك بكام. يطلع معاك ب 96 جرام. انا بقى عايز تكون اجابه من الاربع اجابات عندك بتساوي 96 جرام. طيب هو بيقول لك اول اجابه هاف الماس اوف 2 مول O2. طيب بمنتهى البساطه عشان ما تسمعتوش هطبق اللي هو بيقوله. هو بيقول لي هاف، يبقى هاف ملتبلاي
ماس ال 2 مول. طب ما الماس بتساوي النمبر اوف مول اللي هم 2 مول، ملتبلاي المولر ماس. طب ما انت عندك 2 اكسجين والواحده ب 16. حط يا باشا كل ده على الكالكوليتر، شوف تطلع معاك بكام. يطلع معاك ب 32. انا هنا يا شباب بالله عليك عشان بس ما تتوهش مني، هي طبقات اللي هو قاله في الاجابه. هو قال هاف، كتبت له هاف ماس اوف 2 مول، رحت قايل الماس ايكوال النمبر اوف مول ملتبلاي المولر ماس، والمولر ماس عندك هتساوي 2 ملتبلاي الاول واحده اللي هي 16. طب طلعت بتساوي 32، مش نفس الرقم، مش هختارها، يبقى ايه غلط. طيب بي ماس اوف 2 مول، ماشي، يبقى 2 مول ملتبلاي، هو عايز ماس 2 مول للاو 2، يبقى ملتبلاي 2 ملتبلاي 16، تطلع معاك 64 جرام. هل 64 جرام هي 96؟ قال لك لا، يبقى بي غلط. خش على سي. قال لك 1 and a half times، ماشي، ادي 1 and a half اللي هي 1.5، 1 and a half times mass of 2 مول، ماشي، يبقى 2 مول ملتبلاي ال O2 اللي هي 2 ملتبلاي 16. وشوف يا باشا كده على الكالكوليتر يطلع معاك بكام. اهي 1.5 ملتبلاي 2 ملتبلاي 16 او ملتبلاي 2 16 تطلع معاك برضو ب 96 جرام. يبقى اذا سي طلعت 96 جرام زيها زي المطلوب في السؤال، تبقى فعلا اجابتك الصح هي الاجابه سي. يلا نخش على question 23 اللي بيقول لك if the mass of 0.006 mole of an oxide، طيب كلام جميل، of phosphorus equal 1.704 جرام، بيقول لك بقى what is the molecular formula of this oxide. طيب اقول لك على حاجه بمنتهى البساطه والله، السؤال ده بسيط جدا. هو بيقول لك الماس بتاعت 0.006 مول هتساوي 1.74 او 704 جرام. مين بقى في دول هيعبر عن الكلام ده كله؟ دكتور يعني اعمل ايه؟ معلش انا تهت. ولا تهت ولا اي حاجه. اعتبر ان انت هتجيب الماس اوف 0.006 مول لكل واحده في دول، واللي القانون بتاعها هيطلع معاك 1.704 صح، تبقى هي دي الاجابه. يعني انا عشان كده عارف الاجابه، فانا هنا هسهل عليك عشان ننجز ما نبقاش نضيع وقت. هي الاجابه هتبقى سي، بس تعالى نطبق. انا عايز اجيب الماس اوف P4O10، الماس بتساوي النمبر اوف مول، يعمل النمبر اوف مول اهو 0.006 ملتبلاي المولر ماس. عندك كام بي هنا؟ 4 بي، يبقى 4 ملتبلاي البي الواحده ب 31 قشطه، بلس عندك كام او يا اسطى؟ قال لي عندي 10 والاول واحده ب 16. حط يا باشا كل ده على الكالكوليتر حالا، شوف يطلع معاك بكام اهو. حلو قوي، 0.006 ملتبلاي 4 ملتبلاي 31 بلس 10 ملتبلاي 16 طلع معاك يا غالي ب 1.704 اللي هي الاجابه اللي موجوده عندك في السؤال، فتبقى فعلا اجابتك الصح هي سي. ده بقى المقصود، ان انا عندي عشان اعرف الاجابه جبتها على طول. طيب انت بقى هتعمل ايه؟ انت تشيل البي 4 او 10 وتحط مكانها اول اجابه اللي هي دي. والله طلعت الاجابه في النهايه 1.704 تبقى هي الاجابه الصح. ما نفعتش، خش على الاجابه الثانيه. طيب والله لما اعمل النمبر اوف مول تايمز مولر ماسل بتاع اللي هو البي او 4 طلع معاك الاجابه 1.704 صح، يبقى دي الاجابه الصح. ما نفعش، هكذا خش على اللي بعده واللي بعده بمنتهى البساطه. تمام. خش على 24 اللي بتقول لك the number of moles of hydrogen sulfide in 49.79 جرام. طيب هو عايز النمبر اوف مول ومديك الماس، يبقى الماس على المولر ماس، ماس اوفر مولر ماس. الماس اهي، والمولر ماس بتاع ال H2S، انت عندك 2 هيدروجين ملتبلاي ال H الواحده ب 1 يبقى 2 ملتبلاي 1 بلس ال S الواحده ب 32 وشوف يا ابو الصحاب يطلع معاك كل ده في النهايه بكام مول اهو
49.79 over 2 multiply 1 plus 32 طلعت معاك 1.46 مول اللي هي الإجابة بي. يلا نخش على 25 اللي بيقول لك the mass of 0.5 مول من الصوديوم كربونات، ويا عم كتر خيره مديك صوديوم كربونات جاهزة. طيب الماس القانون بتاعها بيساوي الرول بتاع الماس ايكوال النمبر اوف مول 0.25 ملتبلاي المولر ماس. مولر ماس عندك 2 صوديوم ملتبلاي ال Na الواحدة ب 23 بلس كربون واحدة والواحدة ب 12 بلس 3 اكسجين يبقى 3 ملتبلاي الاول واحدة 16 يبقى 3 ملتبلاي 16. كل ده صاحبي على الكالكوليتر شوف يطلع معاك بكام اهو 0.25 ملتبلاي 2 ملتبلاي 23 بلس 12 بلس 3 ملتبلاي 16. كل ده على الكالكوليتر يطلع معاك 26.5 اللي هي الاجابه بي. بس كده خش على 26. نمبر 26 بيقول لك the number of atoms molecules or ions which are found in 1 mole of substance is. ده كان رقم ثابت وجابوا عالم اسمه افوجادرو فاتسمى باسمه، وده كان بيساوي 6.02 multiply 10 باور 23. خش على 27 اللي بيقول لك في 27 ايه؟ هي بس مفصوله على صفحتين فهنوقفها كده. The mole of ammonia gas. ماشي، الامونيا جاز اللي هي ال NH3 بتحتوي على، هل بتحتوي على 3 مول اوف هيدروجين موليكيول؟ لا طبعا، هي 3 مول بس 3 مول من الهيدروجين اتومز و1 مول من النيتروجين اتوم. لكن عارف يعني ايه 3 مول من الهيدروجين موليكيول؟ يعني 3H2 عشان الموليكيول الاتش الواحد او الموليكيول الهيدروجين الواحد داياتوميك. طب 3 مول هيدروجين اتوم صح جدا، هي فعلا 3 مول من الهيدروجين اتوم مظبوطه. تمام، يلا نخش على سؤال نمبر 28 اللي بيقول لك حلو قوي السؤال اللي جاي ده. هنا عايز مني الماس، ومعروفه ان الماس ايكوال الماس اوف صوديوم equal number of mole multiply المولر ماس. والله يا دكتور المولر ماس والحمد لله جايه، هو صوديوم واحد بس فب 23. النمبر اوف مول مش معايا، انا معايا نمبر اوف اتوم. يا لهوي عليا وعلى سنيني. لا مفيش يا لهوي ولا اي حاجه خالص. مش تعرف نمبر اوف اتوم؟ روح يا باشا هنا. مش ناقصك نمبر اوف مول؟ ناقص نمبر اوف مول. عايز تجيب ده صح؟ عايز تجيب نمبر اوف مول يبقى قول النمبر اوف اتومز. اهو يا عم النمبر اوف اتومز اهو موجود معاك. تمام قشطه. اوفر ايه يا كبير؟ اوفر النمبر اوف اتوم ان 1 موليكيول. طب ما هو الصوديوم هو عباره عن ايه؟ عباره عن موليكيول واحد، او سوري الموليكيول جوه اتوم واحده. ملتبلاي، انا كده خلاص جبت النمبر اوف اتومز اللي موجود في ال1 موليكيول، وموليكيول الصوديوم مونو اتوميك في ان اي واحده في اتوم واحده. ملتبلاي افوجادرو يا باشا، شكرا. يبقى تحت هروح اعمل هنا ملتبلاي افوجادرو. عارف يطلع معاك بعد كل ده في النهايه كام مول؟ يطلع معاك بعد كل ده هاف مول. تبقى اجابتك الصح في النهايه بي. شكرا. 0.5 ملتبلاي 23 تطلع معاك 11.5 جرام. خش على 29 بيقول لك when 1 mole of sodium chloride is dissolved in water. ماشي، NaCl هيدوب في الميه، وده لما يدوب في الميه بيتفكك الى Na positive ion، وبكتب جنبها aqueous لان زي في الميه، بلس Cl negative aqueous. كلام جميل. يعني كده ال1 مول من ال NaCl طلع 1 مول صوديوم ايون وطلع 1 مول كلورايد ايون. يعني مجموع المول اوف ايونز كام؟ قال لي 2 مول اوف ايون على بعض، مول صوديوم ومول كلورايد. هو بيقول لك في السؤال ذا توتال نمبر اوف ايونز ايكوال توتال نمبر اوف ايون. يا ترى هم كانوا كام مول اوف ايون؟ كانوا 2 مول اوف ايون، يعني 2 ملتبلاي افوجادرو. شكرا. ده بالنسبه للكويستشن 29. خش على كويستشن 30 اللي بيقول لك calculate number of atoms in half mole of sodium. طب سهله. النمبر اوف اتوم اهو والله العظيم ايكوال اهو number of atoms اهو equal number of mole. ماشي، النمبر اوف مول
0.5 multiply تاني حاجة number of atoms in one molecule. الموليكيول الواحد من الصوديوم فيه هي حيلا اتوم واحدة multiply اخر حاجة افوجادرو، يبقى multiply افوجادروز نمبر. طيب هو مش مديني اجابات، هو مديني افوجادرو على طول كقيمة يعني انا هكتب هنا يا عم افوجادرو، افوجادروز نمبر يعني half multiply 1 يعني يطلع معاك half multiply افوجادرو يعني نص عدد افوجادرو من الاخر. طيب ليه يا دكتور حضرتك عملتها كده؟ عشان هو مش مديني ارقام في السؤال يا شباب، هو مديني افوجادروز نمبر از وورد كلمه يعني، فتبقى اجابتي هاف اللي هي سي. بس كده سهلتها عليا مفيش فيها اي مشاكل. يلا نخش على الثيرد 1 اللي بيقول لك 1 مول اوف هيدروجين جاز ات اس بي contain each of the following except. طيب مول واحد من الهيدروجين جاز. طيب هل هو في افوجادرو نمبر موليكيول اوف هيدروجين جاز؟ صح، هو خد بالك قال لك اكسبت، انا عايز الاجابه الغلط. وفعلا ال1 مول من الهيدروجين جاز لو جيت حسبت النمبر اوف موليكيول، معروف النمبر اوف موليكيول بيساوي النمبر اوف مول ملتبلاي افوجادرو، يبقى كده النمبر اوف موليكيول هيبقى هو افوجادروز نمبر. طيب هل يا ترى في 2 جرام؟ طبعا، ليه؟ لان الماس بتساوي نمبر اوف مول اللي هو 1 مول ملتبلاي 2 اتش ملتبلاي 1 يطلع معاك 2. ليه؟ انت عارف ان الهيدروجين جاز عباره عن ايه؟ عباره عن H2، عشان كده قلت 2 ملتبلاي 1. ال2 اللي هو عدد الاتومز وال1 اللي هي الاتش الواحده، مولر ماس الاتش الواحده، طلعت معاك فعلا ب 2 جرام، يعني دي كده صح. هو عايز اكسبت، عايز الاجابه الغلط. طيب سي دبل افوجادروز نمبر اتومز برضه صح. ليه؟ لان الموليكيول الواحد جواه 2 اتومز، فيبقى الموليكيولز ضعفهم اتومز، يبقى ضعف افوجادروز نمبر اتوم، يبقى بالاستبعاد اخر واحده هي اللي هتبقى الغلط، ودي حقيقه. هو بيقول لك في 1 جرام من الهيدروجين جاز، لا هو في 2 جرام زي ما احنا حسبناها في بي. يلا نخش على question 32 اللي بيقول لك number of molecules in a sample of ammonia its mass 43.5 جرام. هو عايز يجيب النمبر اوف molecule. طيب بمنتهى البساطه النمبر اوف molecule من القانون اللي موجود عندي في الورقه اللي فاتت اللي انت عارفه اهو، النمبر اوف molecule equal number of mole multiply افوجادرو. طيب number of mole اهو number of mole multiply افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. انا معايا بقى number of mole؟ لا بس معايا ماس. خلاص سهله، ممكن اقدر اجيب النمبر اوف مول عن طريق الماس. ازاي؟ والله النمبر اوف مول هيساوي الماس اللي هي 43.5 على مولر ماس. مولر ماس مين بقى؟ مولر ماس الامونيا. طب ما الامونيا دي هي NH3 يعني ان واحده يعني 14 بلس 3 اتش والاتش الواحده ب1 يبقى 3 ملتبلاي 1. شوف كل ده يطلع معاك في النهايه كام مول؟ كل ده يطلع معاك في الاخر 43.5 over 14 بلس 3 يطلع معاك 2.55. 2.55 ملتبلاي افوجادرو، شوف تطلع معاك بكام؟ 6.02 ملتبلاي 10 باور 23 equal تطلع 1.54 اللي هي دي ملتبلاي 10 باور 24 موليكيول يا شباب. ده سؤال 32. يلا نخش على 33 اللي بيقول لك ذا كومباوند. حلو قوي 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 ده، وركز معايا في المصطلحات بالله عليك. ذا كومباوند which mass of its molecule، يعني هو هنا اكنه بيقول لك ان النمبر اوف موليكيول ايكوال 1. قال لك الماس بتاعت الموليكيول الواحد، يبقى انا كده معايا كام موليكيول هنا؟ انا هنا هو بيكلمني على موليكيول واحد، يبقى النمبر اوف موليكيول ايكوال 1. حلو، والماس بتاعتك بتساوي الرقم ده، ماشي، يبقى النمبر اوف موليكيول 1 موليكيول، لان هو قال لك ماس اوف اتس موليكيول، ماس الموليكيول الواحد، يبقى هنا معيش غير موليكيول واحد، والماس بتاعتي بتساوي الرقم ده 2.93 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 22. هو بقى عايز المولر ماس ومش مديني اقواس، يبقى هنا المولر ماس هتساوي الماس اوف سبستانس عن نمبر اوف مول. والله الماس معايا، الماس معايا صح اهي، بس معيش نمبر اوف مول. بس اعرف اجيب النمبر اوف مول عن طريق الموليكيول على فكره.
عرج بنجيب النمبر اوف مول عن طريق المولكيول؟ النمبر اوف مول هيساوي، مش طبعا مولكيول، يبقى النمبر اوف مولكيول اوفر افوجادروز نمبر. كده انا جبت ايه يا دكتور؟ قال لي كده يا باشا انت بمنتهى البساطه والجمال انت جبت على طول النمبر اوف مول لما عملت النمبر اوف مولكيول على افوجادرو. لما عملت 1 اوفر الرقم ده كله، شوف يطلع معاك كام مول اهو. 1 over 6.02 multiply 10 باور 23 تطلع معاك 1.66 multiply 10 باور نيجاتيف 24 مول. ده كده النمبر اوف مول. طيب النمبر اوف مول معاك ومعاك الماس، يبقى لو عملت الماس اوفر النمبر اوف مول جبت المولر ماس. تاني كده انا معايا ماس والله اهي، اقسم بالله معايا ماس اهي، وانا لسه جايب نمبر اوف مولز. يبقى لو عملت الماس اوفر النمبر اوف مول كده جبت المولر ماس. شكرا. يبقى اعمل الرقمين دول اوفر، يبقى كده 2.93 multiply 10 باور نيجاتيف 22 على النمبر اوف مول اللي انا لسه جايبه اللي هو 1.66 multiply 10 باور نيجاتيف 24 طلعت معاك 176.4 اللي هي الاجابه دي فعلا يا دكاتره. يلا نخش على question number 24. نفس الفكره هي هو هنا عايز الماس ومديك النمبر اوف موليكيول 1 موليكيول وعايز يحسب الماس. طب يا دكتور الماس بتساوي النمبر اوف مول وانا معيش النمبر اوف مول بس على نمبر اوف موليكيول. طب ما هو 1 موليكيول انا جبتها فوق، اقسم بالله لسه جايبها عشان لسه جايب النمبر اوف مول. لما يكون معايا موليكيول واحد هقول ان 1 موليكيول على افوجادرو جبت النمبر اوف مول. والله اهو 1.66 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 24. ده ايه يا دكتور؟ ده والله النمبر اوف مول. طب جبته ازاي؟ والله العظيم جبته ان انا قلت ال1 موليكيول اهو، 1 موليكيول بمنتهى البساطه 1 موليكيول اوفر افوجادرو. والله جبت النمبر اوف مول صح. ادي يا عم النمبر اوف مول جاهز اقسم بالله. حد يقول لي انت بتتعصب ليه؟ مش انا بتخيل الغباوه، يعني انا بتخيل ان حد هيروح طالع في النص كده. جت منين بقى؟ اقنعني جبتها ازاي يا عم؟ والله انا لسه جايبها من شويه. هو قال لك انا معايا 1 موليكيول وتحت قال لك ماس اوف 1 موليكيول 1 موليكيول 1 موليكيول 1 موليكيول 1 موليكيول 1 موليكيول. يبقى ورب العباد النمبر اوف مول هيساوي ال1 موليكيول على افوجادرو. بس جبت ايه؟ جبت وربنا النمبر اوف مول. بس ملتبلاي مولر ماس يا عم عشان نخلص. ملتبلاي مولر ماس عندك 2 كربون يبقى 2 ملتبلاي السي الواحده ب 12 بلس 4 هيدروجين الاتش الواحده ب 1 يبقى 4 ملتبلاي 1 بلس 2 اكسجين والواحده ب 16. يلا يا عم حط ده كله على الكالكوليتر شوف يطلع معاك بكام. اهو 1.66 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 24 نمبر اوف مول ده ملتبلاي المولر ماس 2 ملتبلاي 12 بلس 4 ملتبلاي 1 بلس 2 ملتبلاي 16 تطلع معاك في النهاية 9.97 ملتبلاي 10 باور 23. ممكن تطلع معاك 9.97 9.96 في النهاية ابروكسيميتي تبقى معاك الإجابة الصح هي الإجابة بي. خش معاك كويستشن 35 اللي بيقول لك 4 جرام اوف صوديوم هيدروكسيد. ماشي 4 جرام صوديوم هيدروكسيد فيهم ايه؟ طيب ما تيجي نجيب النمبر اوف مول وهو هيخلص لك كل حاجة. تعالى كده نجيب النمبر اوف مول اوف صوديوم هيدروكسيد. طب ليه يا دكتور حضرتك عايز تجيب النمبر اوف مول؟ هو احنا يعني بننجم؟ لا والله مش بننجم، بس انا معايا ماس ومعايا مولر ماس فما اجيبش نمبر اوف مول ليه؟ مش يمكن هو مفتاح الحل؟ يمكن. الماس عندي ايكوال 4 اوفر المولر ماس ال ان او اتش ان ايه الواحده ب 23 والاتش الواحده ب 1 والاو الواحده ب 16 يبقى كل ده هيساوي معاك 0.1 مول. طيب يعني انا كده معايا 0.1 مول من ال NaOH. تمام فكهم لي. يعني ال Na 0.1 مول وال O 0.1 مول وال H 0.1
مول. ايه ده؟ عرفت ازاي يا دكتور؟ جبتها ازاي؟ لسه صلي بينا على النبي. انا واحد معايا كوبايه عصير، عاصر فيها برتقانه، موزه، فراوله، اهو كوبايه فيها برتقانه، موزه، فراوله. يبقى اذا الكوبايه تحتوي على ايه؟ تحتوي على موزه واحده، تحتوي على برتقانه واحده، تحتوي على فراولايه واحده، صح كده؟ تمام. طب معايا 0.1، 0.1 كوبايه، يعني معايا 0.1 برتقانه، 0.1 فراولايه، 0.1 موزايه. عشان كده قلت 0.1 مول من ال NaOH عباره عن 0.1 مول من ال Na، 0.1 مول من ال O، 0.1 مول من ال H. في مشكله لغايه دلوقتي؟ الحمد لله. احسب. اول جاي بيقول لك 6.02 ملتبلاي 10 باور 23 هيدروجين اتوم. لا، اشمعنى؟ عشان لو انا خدت الرقم ده ورحت عملته ملتبلاي افوجادرو، عملته ملتبلاي افوجادرو، مش هيطلع معاك الرقم ده، عشان كده غلط. طيب هيطلع 4 جرام من صوديوم اتوم. يا عم هات لي النمبر اوف مول ده واعمله ملتبلاي ال Na الواحده اللي هي ب 23، مش هيطلع معاك 4 جرام، غلط. طيب 4 مول من ال NaOH، لو رب العباد انا جايبها كانت 0.1 مول من ال NaOH، يبقى دي غلط، يبقى بالاستبعاد اجابتي صح دي، ودي حقيقه. انت معاك كام مول صوديوم؟ 0.1. هو عايز يحسب عددهم كاتوم، يبقى اعمل الرقم ده ملتبلاي افوجادرو يا عم، بس يديك في النهايه عدد الاتومز، يطلع معاك فعلا الرقم ده مظبوط. بس يا شباب، ودي الاجابه بمنتهى البساطه، الحمد لله. خش معايا في سؤال نمبر 36 اللي بيقول لك نمبر اوف اتومز ان فوسفورس فيبر. الفوسفورس اللي هو P4 ان 100 جرام. ماشي، واحده واحده الاول. انا بس معيش النمبر اوف مول. طب ما تيجي الاول نجيب النمبر اوف مول، عشان انا معايا ماس ومعايا مولر ماس، يبقى النمبر اوف مول هيساوي الماس اللي هي 100 على مولر ماس اللي هي 4 ملتبلاي 31. طيب شوف تطلع معاك بكام. يبقى 100 اوفر 4 ملتبلاي 31 تطلع معاك 0.8 مول، 0.8 مول. طيب هو عايز يجيب الايه؟ يجيب النمبر اوف اتوم. يا اخي بالله عليك تركز معايا في الحته دي. مش هو عايز يجيب النمبر اوف اتوم اللي هي دي، صح؟ طب ما طبق يا اسطى القانون بالله عليك. نمبر اوف اتوم، انا عارف ان انا مكمش وشي والله، بس زي ما قلت لك انا بتخيل عشان بنسمع اسئله في اوقات مميته. طيب بس الشباب انا والله حاجه زي كده، مش عشان بس الناس ما تبقاش فاكره ان الموضوع ده مضايقها. احنا هنا مش بنتريق عليك او حاجه، بس احنا عايزينك والله حاجه من الاثنين. احنا بس بنحب ان انت تكون مركز اغلب الاوقات، بنحب ان انت تكون مصحصح اغلب الاوقات، بنحب ان انت تكون متابع. ما بنحبش الطالب اللي احنا مثلا بنقول له ركز ولازم اقرا السؤال كويس، اطلع منه الجيفن، اطلع المطلوب الحاجه الانون، واطبق القانون بتاعي عن طريق الجيفن، واشوف الحاجه الانون هتساوي كام. وبعد مثلا ما قلنا كل ده تلاقي مثلا طالب هو بيقرا السؤال بس بيخش من نص السؤال. لا ما ينفعش. وانا كده بخش من نص السؤال يبقى انا كده الطالب انا مش قصدي حاجه والله، بس هو انا كده عامل زي اللي لسه ما اتعلمش قراءه وكتابه، اللي هو انا مش عارف ابدا السؤال منين. انا واحد متعلم قادر اقرا السؤال كويس، خلاص تاني ثانوي، يعني عندي حصيله لغويه كويسه ان انا مفيش كلمه انجلش ممكن تعطلني، وحتى وان في كلمه انجلش هتعطلني انا خلاص خبره بقالي كتير، هعرف ان انا الاعب السؤال. ففيها ايه لما اقرا السؤال بانتظام، اطلع منه جيفن، اطلع النون اللي عايز احسبه، اطبق رول، الكلام ده كله في النهايه هقدر اطلع منه في الاخر جيفن، هقدر اطلع منه في الاخر النون، اطبقهم في رول اطلع اجابه فعلا. لكن انا اخش على السؤال من النص، احنا ما قلناش كده، عمر ما المدرس بيقول كده، عمر ما حد فينا بيحل. وان انت شفتني انا بحل كده او غيري بيحل كده، هو عشان احنا خلاص احنا شبه الاسئله بالنسبه لنا افكارها معظمها، برضو مش هقول كلها لان احنا برضو ما زلنا لغايه النهارده لا في اسئله كتير جديده بتيجي علينا. انا لما بيكون في امتحان انت بتمتحنه كطالب والامتحان ده بيجي قدامي او اسئله بتيجي قدامي، لا بقعد احلها زيك، بمسك ورقه وقلم كده واقرا السؤال بانتظام واطلع منه الجيفن واطبق الرول واشوف القانون لما اطبقه يديني الرقم بيساوي كام. فانا هنا بقول لك ده كده ليه؟ عشان بالله عليك ما تمشيش بمبدا الفهلوه، مبدا الشبه. والله ده الكلمه دي شبه القانون ده فهطبقه يطلع لي اجابه. ماشي هطلع لك اجابه بس مش دي الاجابه الصح. اجابه موجوده في التشويس تمام، برافو عليك، بس مش دي الاجابه المطلوبه. خسرت درجه. طب خسرت درجه ليه؟ عشان مستعجل. طب انت وراك ايه يا ابني؟ معرفش. طب معلش مستعجل ليه؟ يعني ليه بتخش على السؤال من نص السؤال؟ ليه بتشبه؟
يعني ليه السؤال اللي بياخد 3 دقايق انت خدته في دقيقتين ونص وفرت 30 ثانيه؟ طب يا ابني هو 30 ثانيه دول حد قالك انت هتضرب فيهم بالنار؟ ما تقرا السؤال بالراحه يا ابني، اقرا السؤال واحده واحده بشويش. الواحد بيشوف عجب والله، مثلا في امتحان شامل ولا حاجه في سنتر ولا حاجه، بيبص على الطالب هوبا بيجي يا ابني طب انت في كلمه انت ما قريتهاش، ايه ده يا مستر ما خدتش بالي منها والله تصدق؟ يا نهار ابيض، كلمه كامله بتعديها او سطر كامل مثلا بتفوت منه كلمات، ما ينفعش، ما ينفعش اطلاقا. انت خلاص طالب ثانوي، خلاص داخل ثالثه، نظم سؤالك، نظم المطلوب، طلع المطلوب اللي انت عايزه. يعني هي طالب منك نمبر اوف اتومز، يبقى هشوف والله انا محتاج يكون معايا نمبر اوف مول. طيب النمبر اوف مول هنا بيساوي، سهله، بيساوي 0.8 اهو، ملتبلاي. تاني حاجه مطلوبه مني في القانون النمبر اوف اتومز اللي في الموليكيول الواحد. طيب انا عارف ان البي الموليكيول الواحد منها في 4 اتومز، ملتبلاي افوكادرو. بس شوف يا عم كده يطلع معاك على الكالكوليتر بكام. شكرا، يبقى 0.8 ملتبلاي 4 ملتبلاي 6.02 ملتبلاي 10 باور 23، طلع معاك 1.90. هي 92 شغال، 93 شغال، 94 صح برضه، وهي الاجابه ايه؟ بس شفت الموضوع بسيط ازاي؟ نفس الكلام برضه، نفس الفكره تحت، النمبر اوف اتومز اللي في قد كده مول. طب ما نفس القانون اهو، هو اللي فوق والله، نفسه هو النمبر اوف مول اهو 1.25 ملتبلاي عدد الاتومز واحده ان 2 او يبقى 3 ملتبلاي افوكادرو 6.02 ملتبلاي 10 باور 23. طبق يا صاحبي ده على الكالكوليتر، شوف يطلع معاك بكام. 1.25 ملتبلاي 3 ملتبلاي 6.02 ملتبلاي 10 باور 23، طلعت معاك يا نجم 2.2575 ملتبلاي 10 باور 24 اللي هي اجابه ايه، عشان خاطر احنا بس رحلنا البوينت مره فتطلع معاك هي الاجابه. بس بمنتهى البساطه اجابه بسيطه سهله مفيش فيها اي مشاكل، بس صعبه على نفسي ليه بقى؟ سؤال 38 بيقول لك equal volume of different gases at constant temperature and pressure contain equal number of molecule. ده كان عباره عن افوكادرو بوستيوليت او فرض افوكادرو او افوكادرو هايبوثيسز. طيب خش على 39 بيقول لك two balloons have the same volume. ماشي، two balloons فيهم نفس الفوليوم at STB، يعني البالونتين فيهم 24 بوينت او 22.4 لتر. ماشي، واحده هيليوم وواحده ارجون. ماشي، يعني مثلا يا عم قول الاولى دي هيليوم وقول الثانيه دي ارجون. ماشي، which of the following statements represent the correct both of them. ماشي، يا ترى الهيليوم بالون contain higher number of atoms than argon؟ لا خالص، لا واحده فيهم هتكون اعلى في النمبر اوف موليكيول، ولا اعلى في النمبر اوف اتومز، ولا اعلى في النمبر اوف ايونز، مع ان ما فيهاش ايونز. طب ليه؟ لان الاثنين عباره عن 22.4 لتر، يعني الاثنين عباره عن 1 مول. ما هو 1 مول يبقى اذا نفس عدد الموليكيول او نفس عدد الاتوم، عشان كده اول اجابه ما تنفعش، تاني اجابه برضه ما تنفعش، نفس الفكره. تالت اجابه بيقول لك هيليوم بالون contains the same number of atoms، بالظبط كده فيهم نفس عدد الاتومز، لان بمنتهى البساطه ال1 مول في افوكادروز نمبر موليكيول، وال1 مول في افوكادروز نمبر موليكيول. طب انا عرفت منين انا معاه 1 مول؟ عشان معاه 22.4 لتر، عشان هو قال لي انت عندك نفس الفوليوم. شكرا، بس خلص السؤال في 39. خش يا باشا على ايه؟ على 40. 40 بيقول لك which of the following is an application of Avogadro postulate، تطبيق على افوكادرو بوستوليت. افوكادرو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لو عندك ديفرنت جازز بس عندك ليهم نفس الفوليوم هيكون عندهم نفس النمبر اوف موليكيول، يبقى اذا انا عايز اجابه تعبر لي عن ديفرنت جازز بس نفس الفوليوم يكون نفس الموليكيول. بس ايه بيقول لك 20 او 11.2 لتر من الاو 2. ماشي، contain the same number of molecule found in 11.2 لتر من الهيدروجين جاز. طب ما انت هنا عندك equal volume وفعلا من different gases فيهم نفس النمبر اوف موليكيولز. شكرا يا باشا، اجابتي صح زي الفل وهي اللي هتطبق لي القاعده. نمبر اوف موليكيولز ماشيه معايا زي الفل. طيب هل افوكادرو قال نمبر اوف اتومز؟ لا، قال في الافوكادرو بوستيوليت او الافوكادرو هايبوثيسز نمبر اوف اتومز؟ لا، عشان كده بي غلط. تمام، وبالتالي سي غلط ودي غلط. شكرا. خش معايا على 41 يلا. 41 بيقول لك هنا يا شباب ده فوليوم اوف 11.04 تايمز 10 باور 23 موليكيول اوف هيدروجين جاز. ماشي، هو طالب منك الفوليوم ات اس تي بي، يبقى هنا هقول نمبر اوف مول ملتبلاي 22.4. معيش نمبر اوف مول، ماشي، بس معايا نمبر اوف موليكيول، يبقى اقدر اجيب النمبر اوف مول. اقدر اجيب النمبر اوف مول طبعا. ازاي؟ هقول النمبر اوف موليكيول اللي عندي اهم ال 11.04
ملتبلاي 10 باور 23 على افوجادرو اهو، عشان اجيب النمبر اوف ايه؟ عشان اجيب النمبر اوف مول، يطلع معاك 2 مول. يبقى هنا 2 مول ملتبلاي 22.4 تطلع معاك 44.8 اللي هي الاجابه بي. خش معايا يا شباب على question 42. بيقول لك the largest mass of oxygen among the following is the mass of space. طيب ماس ال 1 molecule شباب، ماس ال 1 molecule دي صغيره جدا 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 جدا. طيب يعني ما تتقاسش بالجرام لا خالص، عشان كده هستبعدها من اجاباتي، هستبعدها من اجاباتي. خش على اللي بعده. 11.2 لتر، يعني ده عباره عن، بصوا الحته الرايقه دي حته رايقه قوي، ده عباره عن هاف مول. هاف مول يا دكتور، عرفت منين؟ رحت قايل الفوليوم على 22.4 لو اس تي بي، طلع معاك هاف مول. طيب ماس الهاف مول بقى، هاف مول ملتبلاي الماس بتساوي نمبر اوف مول تايمز المولر ماس. طب ما الاكسجين جاز عباره عن O2، يبقى 2 ملتبلاي 16 تطلع معاك 16 جرام. ماشي. طب ال 1 مول، 1 مول ملتبلاي 2 ملتبلاي 16 تطلع معاك 32 جرام. تمام. ال1 اتوم الماس بتاعتها صغيره جدا، فكذلك هستبعدها زي ما استبعدت ايه. يبقى انا كده عندي بي وسي 16 جرام و32 جرام، مين الاكبر؟ قال لي اكيد هتكون ال 32 جرام يا شباب. وكده نكون الحمد لله خلصنا اسئله اللي تشوز بشكل كامل بدون اي مشاكل يا دكاتره.